في ناس بتحب تهزر معاكي، تضحك على كلامك، بس عمرك شفتي حد واقف جنبك لما كنتي بتنهاري من غير صوت؟ الست دي كانت حوالينا كل يوم، بس ما حدش شاف وجعها لانهم ما كانوش بيسمعوا غير صوت ضحكتها. تعالوا نسمع الحكاية. كانت ست بسيطة بتحب بيتها وعيالها وجوزها، كانت دايما تضحك، كانت تقول انا بخير، مفيش حاجة، بس الحقيقة كانت بتتحمل فوق طاقتها، وتصحى قبل الكل وتنام بعد الكل، وتسمع مشاكلهم وتخبي وجعها وتشيل هم العيلة لوحدها. ولما حد يضايقها تقول حقكوا عليا انا كويسة. كل يوم كان بيعدي كان بياخد معاها حتة من روحها. محدش سألها انتي تعبانة، ولا حد خبط على باب اوضتها وسألها في ايه، في حاجة مضايقاكي، ولا في حد سأل نفسك في ايه، طب ايه احلامك، طب بتتمني ايه، نفسك تعمليه. هي على طول اللي بتدور ورا الكل، ورا كل واحد نفسه فيه ايه وبيحلم بيه وبيتمنى ايه، وتحاول تحقق لكل واحد احلامه وراحته، ولو حتى على حساب احلامها وراحتها، ولا فارق مع حد اي حاجة. وكأنها سفنجة بتشرب كل مشاكل اللي في البيت وتحلها له، لحد ما في يوم وقعت وهي سايبة كل حاجة متوضبة، والمرة دي سابتها للناس يشيلوا عنها بعد ما تعبها خلص على كل حاجة جواها. ولو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك كومنت جميل في الصلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم مش كل ساكت مرتاح، ومش كل اللي بيضحك مبسوط. الست اللي شايلة البيت محتاجة حضن، محتاجة كلمة، محتاجة حد يطبطب عليها زي ما هي بتعمل مع الكل. وفي النهاية بلاش نستنى لما تقع، اسألوها النهاردة عاملة ايه بجد، يمكن تكون في عز الانهيار وانت فاكرها اقوى واحدة. وده حال كل ام وكل ست في كل بيت. كده الحكاية خلصت يا حبايبي، معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.